الحاجتين اللي الطالب لازم ياخدهم أساسي عشان يقدر يتكلم كويس أو يتكلم أحسن. الطالب عشان يقدر يتكلم أو عشان يقدر يكتب في نهاية درس speaking أو writing ما ينفعش overwhelm الستودنت بإن احنا نكلفه بحاجات كتير في وقت قليل أو نعلمه حاجات كتير في وقت قليل. عايز تخلص حاجات كتير جدا في 45 دقيقة عشان تلحق تخلص المنهج، overwhelming للستودنتس بيخليهم زي ما قلنا كده في حاجة اسمها cognitive load theory. ما ينفعش نحمل الطالب بحاجات كتير قوي 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 نتوقع منه ان هو هينتج لنا في اخر الكلاس تاسك سبيكينج ما حصلتش. احنا محتاجينه في الاخر اللي يتكلم مع زميله او مع زمايله جروب ورك او بير ورك هيعمل سبيكينج تاسك. طب ايه رايكم ان من ضمن المساعده اللي تبقى اثناء الدرس ان احنا نسمعه سبيكينج تاسك مشابهه من خلال اوديو تراك وبنسميه موديل، يعني ادينا له اكزامبل او موديل للتاسك اللي هتحصل دي. الحاجتين اللي الطالب لازم ياخدهم اساسي عشان يقدر يتكلم كويس او يتكلم احسن في نهايه الدرس هما الافكار واليوسفول لانجويج. الافكار دي بتبدا من اول لحظه في الدرس عشان الليد ان يبقى كويس. اتفقنا ان هو المفروض يبقى فيه مجموعه من العوامل حاولنا نختصرهم في 5، ان هو يبقى personalized، يبقى clear، relevant، student centered and develops fluency. الحاجات دي تتحقق ازاي؟ انا ممكن في 30 ثانيه كده اقول لهم رايي انا الشخصي في الفاست فود وايه المطعم الوحيد او المطعمين اللي ممكن اروحهم اجيب فاست فود منه وليه في 30 ثانيه. What about you? Every two together or every three together. خلاص يبقى كده كلير. خلاص فاست فود هم عارفين ان احنا بنتكلم في فاست فود. ريليفنت كلنا بناكل فاست فود احيانا، يعني مفيش شهر بيعدي من غير ما يبقى في حد فينا اضطر يجيب حاجه سريعه ياكلها وهو ماشي في الشارع. يبقى كده بيرسونلايزد، انا اتكلمت عن نفسي 30 ثانيه هم يتكلموا عن نفسهم. كلير واضحه جدا ان الموضوع فاست فود وكي اف سي وماكدونالدز حاجه معروفه يعني. ريليفنت لاهتماماتهم عشان كلنا بنحتاجه. ستودنت سنترد لان قلت لهم يتكلموا مع بعض every two or every three. develops fluency لان انا مش هصحح اخطاء في الستيجنج. براحتك to put the English language hat on. فانت مش مستعجلهم في حاجه، مش عايزهم يطلعوا جمله ستراكشر صحيح، انت بس عايزهم يعبروا عن افكارهم وبتشد رجلهم واحده واحده ناحيه الموضوع من غير ما تبدا البدايه التقليديه بتاعت المحاضرات. احنا النهارده هنعمل سبيكينج تاسك عن الفاست فود، هنتعلم واحد. دي بدايه محاضره مش بدايه درس كوميونيكاتيف. الدرس الكوميونيكاتيف كده بيبقى بدايته يعني انسانيه هيومانيستيك خالص، اللي هو ايه اخبار الفاست فود معاك وانا بالنسبه لي كذا كذا كذا. 30 ثانيه عشان ما تبقاش انت اللي بتتكلم وتعمل تي 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 عالي، وكل ما تزود الفرصه ان هم يتكلموا كل ما الكلاس بتاعك بقى احسن. كل ما التي تي تي قل والاس تي تي زاد ستودنت توكينج تايم زاد، ده كده انت بتعمل عظمه، بتحقق الكوميونيكتيف ابروتش اللي السلطه بتحبه واللي العالم كله متجه ليه. ده الليد ان. طب انا الليد ان عملت سبورت ازاي للسبيكنج؟ ايوه بدانا نتكلم، بدانا يبقى في افكار عن الموضوع، هو عبر عن نفسه. ممكن كمان تفتح السؤال شويه، يعني لو حد من الاسره ضد الفاست فود او بيشجع الفاست فود ممكن تفتح السؤال شويه لو معاك وقت. انما هو الليد ان يعني مش عايزك تعدي 5-6 دقائق. انت اتكلمت عن نفسك 30 ثانيه، اديتهم 3-4 دقائق يتكلموا، سمعت 3-4 منهم، ما تعديش 5-6 دقائق بكلامك بالانستراكشنز بالفيدباك بكلامهم بالفيدباك. 5-6-7 دقائق، 7 دقائق خلاص انت كده جبت الماكسيموم. لو احنا بنتكلم على درس مدته 45 دقيقه، 7 دقائق وكتير قوي في الليد خلاص. ده الماكسيموم بتاعك، عشان غير كده هتاثر على باقي الدرس وباقي مراحل الدرس. لو انت معاك ساعه، ساعه ونص، ساعتين، ممكن الليد ان يطول شويه. وخد بالك ان انت لما بتبدا سلطه انصحك تشغل التايمر على 45 دقيقه، ويعني ترمي عينك عليه كده كل شويه بحيث ان الدنيا ما تفلتش منك. لان في البدايه كل السلطه كانديديتس او كل الترينيز بيبقى عندهم هاجس ان هو هيخلص بدري قوي، هيقعد 10 دقايق يعمل ايه، فبيمط في البدايه ويجي يقوم مزنوق في النهايه ما يلحقش يخلص. تخيل انت الدرس بتاعك لو سبيكينج بيحصل في الاخر، فانت عملت ليد ان في 10 دقايق، اديتهم الموديل اللي اتكلمنا عنه في السيشن، فسمعوا الاوديو تراك، اخترت اوديو تراك مدته اصلا لوحده 10 دقايق والتاسك بتاعته خدت 5-6 دقايق على بال ما اديت 20 دقيقه، فانت كده ضيعت 30 دقيقه
في الستيج الاولى والثانيه، على بال ما عملت بيسفول لانجوج عملتها في 10 دقائق، بتعمل بقى برين ستورمنج هنا او بريباريشن للسبيكنج عملتها في 5 دقائق، وال 45 دقيقه خلصوا ما عملتش السبيكنج. كل الحاجات العظيمه اللي حصلت دي انت لسه ما حققتش الهدف. ولو المين ايم ما اتحققش في الثالثه، الدرس مهما كان اللي قبله قوي، ومهما كان انت تعبان فيه، ومهما كان انت سهران على الليسون بلان فيه، الدرس ما بيعديش، بيبقى نوت تو ستاندرد. بالظبط زي ما انت لو جاي لك انترفيو وقلت لك انت معاك نص ساعه عايز اشوف رايتنج تاسك، عملت احلى ليد ان في الدنيا، عملت احلى ريدنج تاسك واكسبوجر تو ا موديل، وريتهم الموديل اللي هم هيكتبوه وعملت لهم ريدنج تاسك عليه حلوه جدا، وعملت احلى يوسفول لانجوج في الدنيا، وال 30 دقيقه خلصوا، انا مش هقبلك، ما عندكش تايم مانجمنت. تخيل انت لو قمت قاطم الليد ان قطمه حتى غير حميده، قلت لهم اوكي ستوب هير ثانك يو فيري ماتش، وما اديتش فيدباك، انا ما اقدرش اسقط الدرس. هقول لك ان الليد ان ما كانش كويس، بس ما اقدرش ولا اجرؤ ولا ينفع ولا كامبريدج تسمح لي ان انا اسقط الدرس عشان الليد ان ما اتعملش حلو. ما تسمحليش. ليه؟ لان انت قطمت الليد ان في الدقيقه الخامسه، نهايه غير حميده. هقول لك وهحط لك دي في الارياز تو ورك اون، خد بالك ان انت محتاج تو مانج يور تايم مور افكتفلي عشان الليد ان يطلع احسن. بس هل اقدر اوقع الدرس؟ ما اقدرش. غير واحد كمل الليد ان وصمم يعمله احلى حاجه في الدنيا، والليد ان خد 10 15 دقيقه وفي الاخر ما عملش السبيكنج او ما عملش الرايتنج، ما يقدرش يجادل معايا. هقول له الطلبه ما تكلموش، سبيكنج تاسك ما حصلتش خالص، احلى ليد ان في الدنيا، احلى ليسون بلان في الدنيا، كل حاجه ماشيه حلو، بس ما اتكلموش.